غالبا شي مره غادي تكون عشتي شي لحظات ديال الضعف والحقره وما بقاش عندك حل غير تستسلم او تهاجم واللي عليها. قلتي غنهاجم ونبقى بكرامتي بحال كلنا بحال كاع الناس. ولكن شنو اذا قلت لك ان السلاح الذكي اللي تقدر تربح به على المدى الطويل ودير به الريمونطادا هو الاستسلام، وانك الا هجمتي وانت ضعيف ولا في موقف ضعف هذا اكبر خطر. القانون 22 كيعلم كيفاش بالاستسلام تقدر تحول الضعف ديالك لقوه. خليك معايا حيت هذا القانون غادي يعلم كيفاش تنتصر حتى في اوقات الضعف. سير على الله بداو. السلام عليكم خويا، لاباس؟ اختي بخير؟ كل مزيان؟ انا نجيب، مرحبا بك في نجيب ستوري تايم. فكره القناه نقرا كتوبه نعاودو نقول الدارجه بالتفاصيل. عجبتك الفكره شرفني اشتراك، خليك معايا للاخر ديال الحلقه، شي لايك خفيف الا عجبتك الحلقه. الا كنت انت ضعيف عندك تمشي تدخل في شي معركه على قبل الشرف، اختار الاستسلام في البلاصه. الاستسلام كيعطيك وقت باش تخطط، تفكر، تجمع القوه ديالك وتسنى الطرف الاخر حتى هو يبرد وينسى، تكبر وتنسى كما كانوا يقولوا لينا. الا كان الطرف الاخر قوي منك ما تعطيش واحد المتعه انه يشبع الرغبه ديالو انه يحقر عليك، بالعكس كما كنقولوا الا ضربك في هذا الحنك عطيه هذا الحنك. هكا راك كتمرضو وكتخليه مشوش وما عارفك شنو كيدور لك تحت راسك، كتخليه في واحد الحاله ديال عدم الاستقرار. دابا خلينا ندخلوا شويه في الموضوع بعمق. كيفاش هاد الاستراتيجيه ولا هاد القانون تقدر يحسن الطريقه اللي كتعامل بها مع اي صراع، اي تحدي، لا في العلاقات ديالك، لا في الخدمه ديالك، لا في مشاكل الشخصيه، حيت غادي تولي كتعرف الوقت المناسب واش ندير شي ردة فعل ولا نستسلم. خليك معايا حيت في الاخر ديال الفيديو وغادي تولي كتعرف كيفاش تحول اي انتكاسه، اي حقره، الفرصه باش تزيد من القوه ديالك. نبداو بواحد المثال ديال الشطط في استعمال السلطه. مثلا انت في الخدمه والرئيس ديالك كيستغل السلطه ديالو ضدك، كيعطيك الخدمه بزاف، كيعطيك خدمه ماشي ديالك. الحل راه ماشي تدخل معاه في صراع مباشر حيت هذا الشيء غادي يزيد غير يعقد المشكل. هنا فين خاصك تستعمل القانون 22. تقبل الوضع مؤقتا، قبل ليه دوك المهام اللي تعطيك بلا ما تبين انك غضبان وما راضيش، وما تحاولش انك تنتقم ولا تخرج في عينيك مباشره حيت هو عنده السلطه اللي يقدر يستعملها ضدك. ولكن كما قلنا قانون 22 اش كدير؟ كتخلي الوقت باش كتخطط. انت شنو غتخطط هنا؟ شنو غادي تقدر دير؟ غادي تستغل الوقت باش دير علاقات زوينه مع الناس اللي خدامين معك وحتى مع المديرين اللي فوق منك. هكا غادي تستغل هذوك العلاقات في المستقبل. تقدر تسجل اي اساءه، اي معامله خايبه مع خارج الخدمه باش تكون عندك الادله الكافيه اذا جات الفرصه. بعد ما تكون وليتي في واحد الموقف ديال القوه ولا عندك علاقات ولا عندك ادله، ديك الساعه تقدر تحط المشكل على الرئيس ديالو. ها الادله، ها الناس، عندي الشهود، وتقدر تطلب يحولوا كل شيء ديبارتمون اخر ولا شي جهه اخرى ما تبقاش تابع عليه. انت هنا استعملتي القانون 22 بذكاء، صبرتي وخديتي الوقت باش تفكر وتخطط كالمومون بهدوء، وهذا الشيء خلاك تخرج من هذا المأزق بلا ما تواجه مشاكل كبيره معه. ناخذ مثال، هذا ماشي مثال ديال شخص عندك معاه مشكل، هذا مثال مثلا في علاقتك مع مراتك، علاقتك مع راجلك، مع خوك، مع باك، مع امك، حتى هو تقدر تستعمل فيه هذا القانون. مثلا شي مره كينوضوا شي نقاشات صغيره وبلا ما تحس الموضوع كيقدر يكبر وشي مره يقدر يخرج على السيطره. مثلا تقدر تناقش مع مراتك على شكون يخرج الزبل، ولا انا كندير ما تسخرش نعيط، وشويه بديتي كتحس بلي الموضوع يقدر يبدا يكبر. في هذه الحاله هذه بلا ما تبقى تخرج في عينيك، قلب 6 سعود، استسلم وخرج الزبل سرا بلا فضيحه، واخا انت متاكد باللي عندك الحق. هذا الاسلوب غادي يبرد الاجواء والاخر غادي يحس براسو انه مهم وانه مسموع، وغادي تيفيتي بزاف ديال المشاكل. مثلا ناخذ مثال اخر في التربيه. الا ولدك كبر وصل لواحد السن ديال المراهقه ولا فيه العناد ولا كيخرج في عينيه وحس راسو كبر ولا سبع، هنا المواجهه المباشره غادي غير تزيد تشعل العافيه. مثلا انت غادي تشوف خوك وقلتي لي يلا معايا عند عمك وما بغاش،
في بلاصه ما تدخل معاه في صراع مباشر وتحاول تضغط عليه باش يمشي معاك، جرب تفهم علاش هو ما بغاش يمشي، اشنو السبب اللي خلاه ما باغيش يمشي، اشنو ما كان السبب. تنازل وبين ليه انك كتحترم الرغبه ديالو. شتي هذا التنازل هذا الصغير كيحس براسو انه مهم وانه مسموع وانه كياخذ قراراته بيديه، ويمكن غير هذا التراجع وهذا الاحترام ديالك ليه يخليه انه يبدل الراي ديالو ويمشي معاه. وكا وكاع ما مشاش معاك ما تضغطش عليه، الا كنتي كتحترمه بحال هكا اكيد واحد النهار غادي يمشي معاك وغادي يدير لك خاطر. نزيد واحد المثال اخر في التجاره. اذا كنتي كتنافس واحد الشركه قوى منك ولا شي واحد قوى منك في السوق، المواجهه المباشره معاه غادي تزيد غير تضعفك وتاكل لك الموارد اللي عندك في والو، في بلاصه ما تضيع دوك الموارد في شي حاجه اللي ما غتربحش فيها وغتضيع الطاقه ديالك وتعصب وما كتربح والو. جرب تشوف شي برودوي اخر اللي تقدر تربح فيه ولا مجال اخر. مثلا انا كنت كندير اي كوميرس وكنت كنبيع تلفازات، وواحد السيد صاحبي كان كيبيع نفس التلفازات، ولقيت راسي انا وياه كنطيح عليه وكيطيح عليه حتى وصلنا بقينا كنربحوا والو. شنو درت انا؟ مشيت ودويت معاه قلت ليه شوف انا غادي نبيع هاد التلفاز من هاد لاطاي لهاد لاطاي وانت غتبيع لهادو، ولا اعطيني انا العكس وربح نتايا وربح انا. صافي داكشي اللي درنا، استسلمت ووليت انا كنربح هو تيربح. نزيد واحد المثال اخر الاخر، انت وصاحبك مناقشين على فين تشربوا قهوه ولا معاش غادي تريني، واحد صاحبي راني نتناقش معاه وقتاش ندريني الصباح لا العشيه ولا فيق بكري. تنازل شي مره وخليته هو يختار باش تحافظ على ديك الصداقه. ماشي ديما انت اللي بغيتي خصو يخدع عليك ولا خص الاخرين يخدعوا لك. مره تنازل، مره هما يتنازلوا، بحال هكا كتعزز العلاقه وكتيفيتي مشاكل لا داعي لها. قال لك اللي كيدخلنا في المشاكل هو غالبا داك رد الفعل المزروب اللي كنديرو. هاد رد الفعل المزروب هو السبب المشاكل اللي كان ممكن نتفاداوها الا تصرفنا بواحد العقلانيه اكثر. حيتاش راه حتى داك الشخص اللي قدامنا راه حتى هو كيتصرف بالزربه، حتى هو كيبغي يخرج عينيه وحتى هو كيبغي يندافع. قال لك ان الغريزه ديالنا اول حاجه كتملي علينا هي نواجهوا العدوان بعدوان اخر، وهذا هو السر في كاين هذا القانون. هذا هو الجوهر ديالو، انك من الداخل راك كتكون مثبت وقوي وصوليد، ومن برا كتبان انك ظريف وكتنازل، وهكا كتحرم داك الخصوم ديالك من اي سبب انهم يغضبوا ولا يتقلقوا عليك. اسمع هاد الجمله ديال الخاتمه باش نختموا هذا القانون هذا: الاستسلام هو السلاح الاقوى في المعركه اللي كيخوضها واحد ذكي ضد واحد متوحش وصوفاج، او واحد مرزن ومثبت ضد واحد مزروب وما كيفكرش. في الحياه راه القوه الحقيقيه راه ما كتجيش من المواجهه المباشره، ما كتجيش ديما من الدفاع من تخرج العينين. شي مرات القوه كتكون في الثباته والرزانه والصبر، ولكن راه هاد التكتيك وهاد السيطرة على النفس ماشي اي واحد يقدر عليها، صعيبه وخاصك تريني عليها. هذا ما كان. الى استفدتي من هاد النصائح، الى عجبك هاد القانون 22 خلي لي شي لايك وفعل الجرس باش يوصلك الحلقه. القانون الجاي هو اهم قانون جاني انا في هاد الكتاب هذا. نشوفك في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.